للأمانة أكثر الأشخاص اللي شفتهم واقفين معنا على التيك توك وعلى الانستا دائما وبكل مكان وحتى على تويتر ودائما بيوقفوا معنا وبيدافعوا عنا هن من المملكة العربية السعودية مع حب لكل العرب. طبعا هذا اللي شفته أنا بعيني. بونسوا، أنا سام. هلا أنا كسوري متعود أنا لما أفتح التيك توك أو أفتح الانستغرام متعود أشوف إذا السوري عايش، السوريين شو بسوا بالمملكة العربية السعودية. متعود أشوف نطالب بترحيل السوريين من كل مكان. يعني هيك متعود أنا أفتح التيك توك أو الانستا أشوف هيك فيديوهات. بس إنه أفتح التيك توك أو الانستا وأشوف العالم كلياتها عم بتأهل فينا وعم بتحبنا كذا، أنا صرت أشك بالموضوع بيني وبينكم. ليش؟ شي بخوف، لأنه متعودين لما كان العالم تسبنا كنا ننجح، خايف العالم تمدحنا نجي نسقط. عرفتوا كيف؟ بس بيني وبينكم للأمانة أنا حبيت الترندات، لهيك راح أشوف هلا فرجيكم الترندات اللي صاير والفيديوهات اللي صايرة على التيك توك. شي أبو راتب عن جد، يعني أنا أتمنى تستمروا. بس القلب فلسطيني يابا علالا، بس القلب عالسوري يابا علالا، لا لا يا عمي لا، بس القلب عالسوري يابا علالا، لا لا وسعودي بس القلب عالسوري يابا علالا. للأمانة أنا صراحة يا ما حبيته لهذا الترند. رجعوا لنا هذاك الترند إذا السوري عايش، ترند متراجع مستواكم أحبابنا بالوطن العربي، تراها متراجع مستواكم. يعني أنا خايف والله، خايف من العين، خايف يصير علينا شيء. يعني لما كنتوا عم تسبونا الأمور كانت تمام ماشي معنا معلم مثل اللوز، معلم غازين الكوكب كل مكان، كل وين بتروح على القمر بتلاقي معلم في واحد سوري فاتح مطعم مسميه مطعم الشام. هذا الترند انا ما زبط معي كثير. طبعا بمزح والله، الترند طبعا بجنن، بتمنى تستمروا وتبدعوا هيك. طبعا في اكثر من فيديو، بس انا ما فيني انشر كل الفيديوهات، بس اكثر فيديوهات صراحه شفتها من المملكه. الله يديم المحبه طبعا، وين ما بفتح معلم المملكة العربية السعودية الله يديم المحبة. هذا اللي شفته أنا، الله يديم المحبة والله يحمينا من العين. طبعا أنا هذا الترند يعني صراحة ما عبالي راسي. أنا بدي أرجع على الترند تبع نطالب بترحيل السوريين. قبل ما نكمل بالمقاطع اللي بتحكي عن السوريين، نطالب بترحيل السوريين. Onlara kapıyı dışarı atacaksınız. Suriyeli gidecek. نخرج كل السوريين من هون كلهم، ما يبقى ولا سوري. ان السوريين اعبثوا في المملكة العربية السعودية. ايه اعطوني من هدن الترندات. اما هذا ترند معلم بس القلب على السوري، هذا حاس فيه كمين حاسس فيه كمين. اما اعطونا من هذا معلم امور تمام، هيك بحس باطمئنان. يعني انا لما رجعت هلا استرجعت هذا الفيديو حسيت باطمئنان. هاي الترندات ما بتزبط معي، بعيد عن الضحك والمسخره تمام. بس في لحد الان يعني في بعض الدول العربيه الحمد لله انه تمدحنا، يعني مو الكل، يعني في بعضهم هيك في زمره هي صغيره هي كثير هي وسخه هي بتطلع على القاع بتفوش. بتعرفوا انتم الوسخ لما بتحطوه على المي بفوش على الوجه فورا. بسألك ايه رأيك في تواجد السوريين في مصر؟ دول نورونا واسعدونا باخلاقهم وشطارتهم والله. ونظافتهم. دخيل قلبك. شو رأيك بالاكل السوري؟ جربتي الاكل اجمل السوري؟ اكل طبعا، بس ما اقدرش اشتري، انا بعمل حاجات على قدي فما اقدرش. انا اشتريت منهم حاجه واحده باين حاجه حلويات بس. طب تسمحينا نعزمك نحن بعد الفيديو على اكل سوريه؟ يا خبر ابيض، ده انت الله يبارك لك يا شيخ. بس اكلها اكله من اللي بتتاكل عشان كده. انت اللي تحبيه عازمك عليه، انت اللي تختاري. مش عارفه اقول اي حاجه، انا باكل كل حاجه. تاكلي شاورما؟ طبعا من هذا الفيديو انتم بتعرفوا شغله وحده، انه مثلا ليش العالم مزعوجه منا. بالفيديو الحجه قالت لك معلم، اعطتك السبب واعطتك الامور. طبعا بتمنى طبعا هو راح يعزم على شاورما، والله وانا شهانه على شاورما طبعا. بس لاقي لكم السبب انه اغلب العالم هيك، يعني يمكن شوي بتنزعج منا شوي كذا. بس في عالم بتنحط على ارض الواقع، انه انت لما في شخص مثلا افضل منك، مع احترامي لكل الشعوب، لما بيكون في شخص افضل منك لا بتكون معه انت وبتاخي، لا بتغار منه. هاي معروفه يعني. لهيك راح اعطيكم هيك فيديو صغير انه ليش العالم غيران منا حتى هون باوروبا. على هذاك عندهم العرب مشكله كبيره. العرب اللي هنا في اوروبا عندهم مشكله كبيره مع السوريين، على خاطر السوريين استغلوا الموهبه اللي عندهم، هي موهبه التجاره، وداروا بها حاجه، نجحوا بسهوله، فرضوا رواحهم بسهوله وفي مده قصيره. ولازم لنا بالك
ننقلوا منهم. سمعت حبيبي انت يا سوري يا مشرد ونطالب بترحيل السوريين، لازم تتعلم. يعني انت لما بيكونك اسوء لازم تتعلم برو، عرفت كيف؟ او تستفيد. اما تجي يا سوري يا ما راح يروح معلم. نطالب ما بيروح، السوري ما بيروح. نطالب بترحيل ما بيروح. بدك تقلعوا ما بيروح. وين بدك تقلعوا يعني؟ منين بدك تقلعوا؟ تمام تعال قلعت يا زلمه. السوريين اقل السوريين كتعداد اقل شيء بسوريا معلم. روح على كل الكوكب بكل مكان، روح على القطب المتجمد، اقسم بالله روح على القطب المتجمد بتلاقي واحد هيك شامي معلم فاتح مطعم سميه شاورما الشام. ارحب يا السوري تحسبها معياره. يعني انتم يوم تقولون ارحب يا السوري، اقسم بالله لو ما كنت من ابناء هذه الديره المملكه العربيه السعوديه، اقسم بالله لاول دولة تقولوا لي وش تبي جنسيات اقول لكم سوريا. طبعا لحد الان في عالم تعتبرها انه والله اذا قلنا مثلا ارجع يا سوري او يا لاجئ، انا احيانا بيكتبوا لي بالتعليقات مثلا كنا القاء مع واحد قال بيكتب لي يا سوري يا لاجئ. برو حاسك يعني كانه انت مثلا عم تسقط مني لما عم تقول لي لاجئ. ايزي بيزي او بيعرف انجليزي برو. المكان اللي انا فيه انت بتحلم تكون فيه برو. لهيك طبعا الله يحفظ كل وطننا العربي والله يحفظ المملكه، لانه اكثر شيء صراحه شايفهم موقفين معنا على التيك توك وعلى الانستا، فوت عليهم دائما عم بيدافعوا علينا دخول مثل الجسد الواحد. لهيك انا بنصيحتي لك انه تخاوي للسوري وتتعلم منه افضل ما تحكي عليه، لانه اذا حكيت عليه ما راح تستفيد شيء. ما في تميل الوين غفور تميل وين مالي ارض يما رفضت السماء. حط اشتراك.